القيمه نتاعو شنو جديد؟ جديد اليوم وصلنا للمرحله نتاع اخر اعمال الاختبار واللي موثقه عن طريق المحكمه التونسيه اللي تثبت ان المصاريف والصيانه والقيمه المضافه اللي خدمتها كدستور في شخص تمت والحمد لله. اليوم هاو المستودع السيارات جاهزه للبيع، جاهزه لتوفير عمره صعبه للخزينه الدوله بقطع النظر عن شخصي انا ولا غيري. اما فما اليه معينه خط سير يلزم يتبع. لكن تخرج على خط السير يعتبر باش تبيع سيارات في الحاله عاديه وماكش باش توفر منهم اللي يلزم يتوفر. وين وزاره الماليه في كل هذا؟ هي صاحبه القرار، هي بحسب المرسوم. وزير الماليه هو رئيس لجنه التصرف، وهو الذي يستدعى الجلسه، وهو الذي يوفر المعطيات لرئيس الحكومه المصادقه عليه. قداش قيمه السيارات كلها؟ القيمه ما نجمش نقولها، لأنه القيمة اللي نعرف واللي متأكد منه على حسب الاختبار زادت أضعاف مضاعفة، معناها من 4 حتى 6 مرات القيمة اللي كانت عليه. احنا نعرفوا اللي فما مكتب فرنسي اللي جا قيم تراها وقع إلغاء القرار هذاك وتعويضه وتكليف شركة كروز تور في مارس 2016 من لجنة التصرف في الصيانة وتأهيل السيارات هذوما لبيعهم بمعرض خاص بالعملة الصعبة مع وجود أجنبي في التراب التونسي، واللي كان المفروض يتعمل في أوت. وعلاش ما عملش؟ لأنه قرار اللجنة كان مش من أولوياتها وقتها، ما فماش معناها طلب في إتمام العملية. يعني وزيرة المالية يعني لا ما نتكلمش على وزيرة المالية، أنا ولا الوزراء اللي فاتوا يعني زوز اللي فاتوا. احنا راسلنا وعندنا المراسلات وعندنا ما يفيد بالكفاية مع الحالة اللي عليها، بل أكثر من ذلك. احنا لما علمنا بمعنى مهامنا قلنا إنه مرحبا ما عندناش مشكلة في تطبيق، ما قلنا كيفاش طريقة الاستلام والتسلم تاع المنتوج هذا أو طريقة مواصلة الاستغلال. لم نصل بأي مكتوب رسمي ولا اتصال هاتفي ولا اتصال شفوي في الموضوع. دونت وري. حسب رأيك علاش التأخير هذا الكل في التصرف في الأملاك؟